أحمد حجازي وشبح الإصابات اللي غير مسيرته بشكل كبير جدا، وبسبب الإصابة الأخيرة قرر نادي اتحاد جدة إنهاء التعاقد مع حجازي وتسوية المستحقات، مع العلم إن حجازي هو نجم مهم جدا وكابتن الفريق، وكان مقدم أداء قوي جدا مع الاتحاد وأداؤه في الملعب رجولي. وبعد كل ده تم الاستغناء عنه بسبب الإصابة. بس في نفس الوقت في خبر بيوضح تفاوض الأهلي مع حجازي، فتعالوا نشوف ايه تفاصيل الحكاية. أحمد حجازي هو واحد من نجوم منتخب مصر ونجوم النادي الأهلي ونادي اتحاد جدة. هو مدافع تقيل ومن المدافعين اللي عندهم القدرة على بناء الهجمة، ومميز في الكور العالية وعنده مميزات كتير جدا. وطبعا هو لعيب كبير، بدأ مع نادي الإسماعيلي وانتقل بعد كده لفيورنتينا، وبعد كده لعب في نادي بيروجيا، وبعدها رجع على الأهلي. راح للدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة وقدر يقدم مع الفرق دي مواسم كبيرة جدا. بس كان العامل المشترك في معظم الانتقالات دي هو عامل الإصابات، وده بيوضح إن حجازي كانت إصاباته كتير في مسيرته، وكان دايما شبح الإصابة بيسبب ليه المشاكل. ولو الإصابات دي ما كانتش موجودة كنت ممكن تشوف أحمد حجازي في مكان تاني خالص. بس ده ما يقللش منه كلاعب كبير قدم كتير للأندية دي ولمنتخب بلاده كمان. بس برضه بسبب الإصابات أعلن نادي اتحاد جدة إنهاء التعاقد مع حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي، ودي كانت مفاجأة للجميع، وأولهم جمهور نادي اتحاد جدة واللاعب، وده بسبب الأداء المميز اللي بيقدمه حجازي مع نادي اتحاد جدة. بس حجازي صدم الجميع ورفض تدريج مستحقاته وقال إن هو عاوزهم كلهم مرة واحدة، مع العلم إن اللي فاضل هو مستحقات موسمين. وقرروا ده طبعا بسبب الطريقة اللي عاوزين يمشوا بيها، ودي طريقة ما تنفعش مع واحد كان شايل الفريق وكان مقدم أداء قوي جدا. بس الفكرة إن نادي الاتحاد عاوز يفضي مكان للاعب محترف تاني يدعم بيه الفريق، وده بسبب احتياج الفريق لمدافع. وفي ظل اللي بيحصل في الدوري السعودي يقدر الفريق يدعم بلاعب محترف من العيار التقيل. وفي ظل كل الأحداث دي خرج مصدر وقال إن النادي الأهلي بيفوت حجازي، وإن حجازي اتعرض على كولر وكولر مرحب باللاعب جدا، يعني ممكن نرجع ونشوف حجازي تاني في الأهلي. بس في مصادر تانية كذبت الخبر ده ووضحت إن النادي الأهلي تواصل مع اللاعب بعد الإصابة للإطمئنان بس. والأكيد من كل ده إن أحمد حجازي لعيب كبير وهيفيد النادي الأهلي جدا، وخصوصا طريقة لعب كولر وهي تحضير من تحت والتمرير الطولي اللي بيضرب بيه الخطوط، وحجازي يقدر يقدم ليه مجموعة تمريرات مميزة جدا. تخيل كده معايا ثنائية عبد المنعم وحجازي أو حجازي وياسر، بصراحة هتكون كويسة جدا. وهنا نكون وضحنا لكم كل تفاصيل الحكاية، فقول لنا إيه رأيك في حجازي لو رجع الأهلي، ورأيك في اللي عمله نادي الاتحاد.